حديثنا اليوم عن خصلة عظيمة، من رزقه الله تعالى هذه الخصلة فقد فاز والله بشيء عظيم من الخير. إنها خصلة الحياء. الحياء خصلة جميلة تتعلق بروح الإنسان، كلما زادت في النفس كلما سمت النفس، لأنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى حسن الخلق ما لم يكن لديه مجموعة من الصفات، ومن أعظمها وأجملها صفة الحياء. وأنتم تعلمون يا كرام أن العبد الذي يرزقه الله حسن الخلق فإنه يبلغ منازل لا يبلغها الصوام القوام. ولذلك أقرب الناس منزلا من محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، أين منزله في الجنة يا إخوة؟ أهو معنا هناك في أعالي الجنان، بل أعالي الجنان أقرب الناس منازلا عنده هم أصحاب الأخلاق الحسنة. وأنا أقول يا إخواني، يعني قد لا نستطيع أن نكون أصحاب قيام الليل، قد لا نستطيع أن نكون أصحاب قرآن، قد لا نكون أصحاب نفقة ومال، قد لا نكون أصحاب صيام، طيب ما نقدر نصير أصحاب خلق حسن؟ لماذا لا نجتهد على أنفسنا ونحاول أن نضغط على هذا القلب، نتعلم الحياء، نتعلم العفو، نتعلم الصفح، نتعلم اللطافة، نتعلم الروح الطيبة. من هو صاحب الخلق الحسن؟ هو خيار الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، قال مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان يعني الذي لا يكذب، عرفنا، طيب ما مخموم القلب؟ حاول أن تكون منهم. قال اتقي اللي يخاف الله، النقي الصافي. استعرض جوالك الحين، افتح جوالك وشوف كم واحد منهم أنت ترى أنه نقي. منه النقي اللي تفتح له قلبك ولا تبالي، تجلس معه تعطيه أسرارك ولا تخاف منه، تأمنه من كل شيء. هل في حياتك هؤلاء؟ هل أنت منهم؟ حاول أن تكون منهم، لأن هذا الذي يصل إلى هذه المنزلة هذا من أفضل خلق الله، التقي النقي الذي ليس في قلبه لا غل ولا حقد ولا حسد. فاجتهد على نفسك، اجتهد على نفسك، اتعب قليلا يا إخوة. ليش ما نتعب؟ ليه؟ أنا بسألكم سؤال، لو قلنا لك نريد أن نعينك في الربع الخالي في خيمة وبنأمن لك أكلك وشربك، خدمة 30 سنة حارس هناك، لكن بعد 30 سنة نهاية الخدمة 30 مليون ريال، أسألكم بالله تروح ولا ما تروح؟ والله لا روح. 30 مليون وأقعد 30 سنة أتعب. الآن شوف عشان 30 مليون عندك استعداد تعيش في الصحراء لوحدك. يا أخي الله ما عند الله خير وابقى. الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان شيء في القلب يرفع منازلك، تثبته بالعمل الصالح، فإن لهم عند الله جنات الفردوس نزلا. وش جاب 30 مليون إلى جنات الفردوس؟ لذلك لازم نتعب على أنفسنا يا إخوان، لازم نجتهد حتى نصل إلى منازل أولئك الكرام. الحياء من أعظم الخصال، وأنت روح وجسد، جسدك تنميه بالنظافة وإلى آخره، وأما الحياء فهو هنا في القلب، وهو مشتق أصلا من اسم من أسماء الله، من أسماء الله الحيي. هذا الاسم لم يرد في القرآن، ورد في السنة، ورد في ذلك الحديث العجيب العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحيي جل جلاله من عبده اللي هو أنا وأنت أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا. الله أكبر يا إخوان، يا أخي من نحن حتى يستحي الله أن يردنا صفرا؟ والله ما رفعت يديك إلى الله إلا واستحي الله أن يردك. ولذلك كرامة لك إما أن يعطيك ما طلبت أو يؤخر إلى وقت هو أعلم من أجلك لمصلحتك، أو أن يدخر لك إلى يوم القيامة. كسبان مع الله عز وجل. هذا هو الحيي جل جلاله. الحياء يا إخوة مطلوب منا أن يكون له أثر علينا، بما أن الله حيي فيجب أن يكون لهذا أثر علينا. طيب كيف نحقق الحياء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال الحياء
أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إذن تحفظ الرأس وما وعى. ماذا يعي الرأس؟ عقلك هذا اللي تفكر فيه، استح من الله، لا تجلس تفكر كيف تعصيه، لا تجلس تفكر كيف تغش الناس، لا تجلس تفكر كيف تكذب على الناس، لا تجلس تفكر كيف تمكر بالناس. احفظ هذا العقل واستح من الله عز وجل. عينك هذه التي ترى فيها هي في رأسك، فاخجل من الله، استح من الله، لا تنظر إلا شيء لا يحبه الله. هذا هو الحياء. ودائما تذكر قول الله: ألم يعلم بأن الله يرى. دائما تذكر أن الله يراك. لو حطيناك الآن في منزل وخلينا فيه كاميرات مراقبة وقلنا اجلس فيه لك يوم يومين، كيف هي أخلاقك وتعاملاتك وأعمالك؟ منضبط 100%. لماذا؟ في كاميرات مراقبة. هل يخفى على الله شيء؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ لذلك الحياء أن تستحي من الذي خلقك. وقلت لكم سابقا في خطوة سابقة أن رجلا أتى كان يحب المعاصي، فأتى إلى واعظ يعظه فقال له: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك الله فيه. لأنه عيب أن يعطيك الله كل هذه الجوارح ثم تعصيه فيها، أليس كذلك؟ فأنتم وأنا يجب أن دائما نراقب ربنا، فنحفظ رأسنا، نحفظ ألسنتنا فهي في الرأس، أعيننا فهي في الرأس، أذنك في الرأس، عقلك في الرأس، تبسمك في الرأس، الغمزة في الرأس. هذا الرأس لازم تنتبه له، احفظه، ازرع الحياء فيه من الله قبل الناس، وأبشر بالخير فقد حققت الحياء. وتحفظ البطن وما حوى. ماذا يحتوي البطن؟ ماذا تأكل؟ ماذا تشرب؟ ماذا تدخل في جوفك؟ أهو حلال أم حرام؟ الفرج في البطن، تبع البطن، فهل أنت ممن يصرف هذا الفرج في الحرام؟ أنت أعرف بنفسك. استح من الله قبل البشر. ثم بعد ذلك من الحياء في عدم المجاهرة بالذنب. بعض الناس بجيح، سبحان الله العظيم، والله بجيح، يعني يقوم في الليل مثلا سهران على أفلام ولا على مشاكل ولا على أي مصيبة، فإذا أصبح الصباح يكون الله قد ستره، فيبدأ يرسل رسائل، مقاطع، سويت كذا، فعلت كذا، وقلت كذا. يا أخي ما هو عيب يسترك الله في الليل ثم تفضح نفسك في الصباح؟ يعني كأنك تقول: يا الله والله ما فكرت فيك ولا أنت على بالي أصلا. أليس هذا يحدث فينا نحن يا أخوان؟ ولذلك كل أمة معافى إلا المجاهرون. من هم المجاهرون؟ قال: الذين يصبحون يسترهم الله فيفضحون أنفسهم. الذي يجاهر بالذنب هذا والله ما استحيا من الله حق الحياء. من الحياء أيضا أن تحفظ لسانك. بعض الناس فيه بذاءة ما هي في أحد، يسخر من هذا ويضحك على هذا ويلمز هذا، وإذا جلس في مجلس استلم كل الذين في المجلس: أنت طويل وأنت قصير وأنت غبي وأنت، ويضحك، والناس تضحك حوله. ما يضحكون لخفة دمه، يضحكون خايفين منه. هذا ما هو مقامه عند الله. شر الناس عند الله من يتقيه الناس اتقاء فحشه. كم واحد في حياتك من هذا النوع الذي تحاول أن لا تجلس أصلا في المجلس الذي هو فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع عائشة رضي الله عنها، فاستأذن رجل يريد أن يدخل عليه، فقال: بئس أخو العشيرة. كلمة سيئة أن تخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل الرجل وعائشة تراقب، فألان النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام وتكلم معه بكلام طيب، ثم انصرف الرجل. فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت كذا وكذا، يعني أنت قلت أن هذا بئس أخو العشيرة، والآن تلين معه القول، ما هذا التناقض؟ قال: إن شر الناس من يتقيه الناس اتقاء شره. فلا تكن من هؤلاء، كن الحبيب الذي يفرح الناس باتصالك. والله يا بعض الناس إذا دق عليك إنك تضحك تفرح، وبعض الناس إذا دق عليك تقول: الله يعين إيش يبغى هذا. لا تكن من النوع الثاني، وكن من النوع الأول. الحياء لا تفضح نفسك. بعض الناس سبحان الله العظيم أسرار الزوجة عند الزبلاء في الاستراحة. الحياء هذا، أذكر لكم هذا الحديث.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في النساء ثم قال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا وكذا؟ فسكتوا. فأقبل على النساء وقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتنا، مستحيات من النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت امرأة: يا رسول الله إنهم لا يتحدثون. الحين الحريم سالفتهم الرجال، والرجال سالفتهم الحريم. وبعض الرجال للأسف دنيء لدرجة أنه يحكي قصته في غرفة نومه. ترى هذا والله يحدث يعني بذاءة غير طبيعية. هذا ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت امرأة: يا رسول الله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثنه. فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليها. شبههم بالشياطين الذين يتراكبون أمام الناس. هذا الذي يفضح نفسه. استر نفسك واستر بيتك، لا تحدث ولا تبدأ تشنع بزوجتك تزعل عليها ذاك اليوم فتشرشح فيها في كل مجلس. اتق الله، يمكن ما تروح عند زملائك، تذهب إلى أمك فتفضح في زوجتك فيما ليس فيها. الحياء أن تمسك هذا اللسان فلا تخوض في أعراض الناس. فأقول أيها الإخوة، هذا الحياء مطلوب منا، يجب أن يكون شعار قلوبنا. لماذا؟ لنكون فينا أثر من أسماء الله. الحياء جميل، والحياء ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الحياء في الطفل يدل على ذكائه وأدبه، والحياء في المرأة يدل على عفتها، والحياء في الرجل يدل على كرم أخلاقه. الحياء شعبة من شعب الإيمان، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إن الله إذا أراد بعبده هلاكا نزع منه الحياء. خلاص، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي لا يستحي لا يبقى عرض إلا خاض فيه، ولا يبقى كذبة إلا قالها، ولا يبقى ذنب إلا ارتكب. ما في حياء، لا يستحي لا من الله ولا من خلقه. ونحن إن شاء الله لسنا كذلك، لكن يأتينا الشيطان فلنقاوم الشيطان. أخيرا أريد أن أرسل من خلالكم رسالة للمرأة. المرأة تزداد جمالا عندما يزداد حياؤها، وتزداد جمالا كلما هابها الرجال، وتزداد جمالا كلما إذا رآها الرجال قالوا: رحم الله من رباك. الآن النساء خرجن من البيوت، توظفنا واشتغلنا وخالطنا الرجال. نسأل الله أن يوفقهن في وظائفهن، نسأل الله لهن التوفيق. لكن أنتم رجال وترون من هي المرأة التي تهابون النظر إليها؟ أهي المحتشمة من رأسها إلى قدمها، أم التي تأتي إليك متزينة أكثر مما تتزين إلى زوجها؟ والله إن الرجال لا يمقتون هذه المرأة. وماذا يريد الرجل من المرأة؟ الرجل معروف ماذا يريد من المرأة. هي تتزين ما هي لأنها تجذبك لكي تنام معها، لا، هي تريد أن تلفت انتباهك، هذا عقلها. لكن هذا ليس والله هو الحياء. المرأة الجميلة هي التي تشد الرجال، والمرأة الذكية هي التي تثير الرجال، والمرأة الخجولة هي التي تتزوج الرجال. الرجل لا يريد أن يتزوج رجلا مثله، ولا يتزوج امرأة أذكى منه، يتزوج امرأة تستحي. فمتى ما كان الحياء في المرأة كان مقامها كريم عند الرجل. فأسأل الله أن يصلح نساءنا وأن يرزقنا جميعا الحياء. بارك الله.